عسلامة يا جماعة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بمناسبة رأس العام باش نبدأ نحضر لكم كيلكو جاتو اللي أنا جربتهم ويعجبوني. باش نبدأ لكم بأول الروسيت إن شاء الله اللي هي روسيت التريبل موس الشوكولا. هذه جاتو ما تستحقش باش تطيب، جست تتحط في الفريجيدير وبنينة وسهلة نودكم ولا نشهيكم. قبل ما نبداو في الروسيت متاع اليوم ما تنساوش تحطوا ابوني وتفعلوا جرس التعليقات باش يوصلكم لي روسيت جدد. فوالا، حبيت نقول لكم قبل ما نبدا نحكي لكم شويه على الجاتو هذيا. راهي سهله، العباد اللي ما تحبش تقعد تقلق في روحها وهاي تحرقت لي هاي ما طلعتليش هكذا. دونك هذيا سهله، كل شيء على البارد. قبل ما نبداو الريسيت نتاعنا حبيت نحكي على نوعيه وجوده المكونات. راهو باش نعملوا جاتو الباز نتاعو شوكولا، نحبوه بنين و يبدا بروفيسيونيل. دونك باش نستحقوا حاجات اللي هما باهين، معناها مش باش نستعمل باتا غلاسي. كي نقولوا شوكولا راهي ماهيش باتا غلاسي، راهو شوكولا دو كوفرتور، يبدا مكتوب عليها كوفرتور. هاي كوفرتور اولي، هذه شوكولا بلون وهذه كوفرتور نوار. دونك باش نستحقوا شوكولا اللي هي تتاكل، اللي نصنعوا بها الشوكولا وتتاكل، معناها تتحط في وسط الجاتو. ماهيش باتا غلاسي. الباتا غلاسي راهي ارخص ب3 مرات من الشوكولا دو كوفرتور وتيبس وماهيش بنينه، راهي حلوه برشا وماهيش بنينه. دونك ماهيش شوكولا دو كوفرتور باش نستعملوها. ثاني حاجه حبيت نحكي على الفرق بين الكريم فريش والكريم ليكيد والكريمه فويتي. الكريم فريش نستعملوها الاكثريه في اللي سالي، ولا نستحقوها زيدا في التشيز كيك. انا تعجبني على الاخر الكريم فريش في التشيز كيك، خاطر تعطي هكا القروصيه البنينه. دونك كي باش تعملوا ريسيت نتاع تشيز كيك زيدوا فيها الكريم فريش. سينو كيما هكا الريسيت باللي شوكولا مانيش باش نستعمل كريم فريش، باش نستعمل كريم ليكيد اللي هي ما فيهاش قروصيه. هذا شنو الفرق بين الكريم فريش وكريم ليكيد؟ وشنو الفرق بين الكريم ليكيد وكريمه فويتي؟ انه الكريم ليكيد كي تركزوها راهي ما تطلعش معاكم، راهي ما تعملش فوليوم. مي الكريمه فويتي ديجا مكتوب عليها كريمه للخفق. دونك نضربوها باش يطلع لنا الفوليوم، تولي كيما الكريم شانتيي. وحبيت نقول اللي انا لهنا استعملت راني شريط فانواز نون سكري. دونك كريمه فويتي نون سكري، خاطر ما حبيتش تكون حلوه برشا. انا ما نحبش الحلو برشا الحقيقه، يعني نحب الحلاوه تبدا هكا بنينه، مش كالحلاوه على الاخر واللي ما عادش تطعم حتى شيء. دونك شنو نزيد دي شوكولا، دونك اخترت معاهم حاجه نون سكري. مي انتوما اذا ما يقلقكمش الحلو تنجموا تستعملوا، راه فما هي المحلات وفما الغير محلات. وحبيت نقول لكم اللي البسكوي نتاعنا نورمالمون نستعملوا اوريو اكاهو، مي بويسكو انا ما شريت 3 باكوات دونك ما خلطوش ال 200 غرام، دونك زدتهم السمايل. فوالا، دونك نبداو بالريسيت نتاعنا. انا باش نعمل ايتاب باغ ايتاب. وحبيت نقول لكم زيد على القالب هذا. تنجم تستعمل القالب اللي يتحل ويهبط الفون تاعو، هذيك اللي يتحل عندي منه انا. المهم مش مشكله هذا ولا الاخر، المهم 20 سنتيمتر للمكونات هذا، خاطر انا باش نعطيكم الريسيت نتاع 20 سنتيمتر الديامتر نتاع القالب نتاعكم. سينو بيان سور كان اقل باش تستعملوا، تنجموا ما تستعملوا الكونتيتي هذه، مي كان اكثر باش توليكم الطبقات اجود. دونك باش تزيدوا المكونات اللي عندكم، دونك على حسب القالب باش نخدموا احنا اليوم 20 سنتيمتر. فوالا، دونك نبداو. اول حاجه حطيت القالب نتاعي على صحن هكا باش نخدم عليه. عندي لهنا الزبده ذوبتها باش نحط البسكويت نتاعي. نرصوه بالكدا، وماذا بينا نطلع شويه على الحافه، تبدا هكا الجنيب نتاعو طالعه شويه باش كي نصبوا لي كريم نتاعنا ما يهبطوش من وسط القالب، خاصه في القالب هذا اللي هو محلول. ريتو كيفاش خرج من اللوطه البسكوي.
دونك نخافوا على الكريم لا تهبط، نطلعوا شويه في الحافه. وتوا باش نبداو نحضروا لي 3 موس الشوكولا نتاعنا، باش نستحقوا كل مره نفس المكونات، مي جوست باش نبدلوا نوعيه الشوكولاته في كل مره. الدوزيام ايتاب كيفاش باش نعملوا؟ باش نخدموا على 3 مراحل. باش نخدموا خاطر 3 كريم، باش نخدموا الكريم بالشوكولا نوار، باش نعملوا الشوكولا اولي، ومن بعد شوكولا بلون. 3 طبقات. في 3 طبقات باش نستحقوا الكونتيتي بتاع الجيلاتين والماء نتاعنا، باش نستحقوا البان ماري باش نحطو نذوب فيه الشوكولاته مع الكريم ليكيد، وباش نستحقوا الكريمه فويتي. دونك هذوما المكونات اللي كتبتهم لكم باش نستعملوهم توا. دونك باش نبدا. نخلطوا الجيلاتين نتاعنا بالماء ونخليوه يرتاح على جنب باش يشرب الماء. فوالا بعد ما ذوبنا الشوكولا والكريم ليكيد نتاعنا، ننتبهوا باش ما نحرقوهمش ساعه، ما يبداوش قراب برشا للماء، وننتبهوا زاده ما تطيحش فيهم نكته ماء. راهي كي تطيح نكته ماء في الشوكولا تنجم تفزدها. دونك بعد ما حضرت الجناش والشوكولا نتاعي، باش ناخذ جيلاتين نصبو في ززوه ونسخنو شويه ونزيدو للجناش نتاعي. فوالا بعد ما طلعت الكريمه فويتي وبلبطت الدنيا باش نزيدو الشوكولا اللي حضرناها مع الكريم ليكيد ومع الجيلاتين باش نخلطوهم مع بعضهم. ونصبوهم مع البسكويت، نخلطو هكا من اللوطه للفوق، ما نطيحوش الكريم فويتي نتاعنا. طب بالنسبه للجاتو هذيا سهله ماهله، ما تقلقش، ما تخافوش منها معناه. بالنسبه لحد ما يحبش ياخذ ريسك ويعمل بات ويعمل هاو كريم بور، هاو كريم موسلين، هاو مش عارفه شنو، يعمل حاجه هكا اسهل له. لاباري نتاعي حضرت، تو باش نصبها. فوالا هذه الطبقه الاولى نتاع الجاتو نتاعي. تو باش نكمل نحضر طبقتين الاخرين اللي هما بالشوكولا اولي والشوكولا بلون، ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو ونوريكم الريزولتا فينال. نعاودوا نفس المراحل مع الشوكولا أولي. هذه ليتاب الثانيه كملتها. طب باش نكمل ليتاب الثالثه اللي هي مع شوكولا بلون، وبعد نتعدل التزيين. نعاودوا نفس المراحل مرة أخرى مع الشوكولا بلون. اي فوالا هذه الجاتو نتاعي بعد ما نحيتها من المول. اوكا جوست تدخلوا السكينه، تحاولوا تدخلوا السكينه وتنحيوها من الاحراف شويه. من بعد باش تطلع لكم كيف ما هكا. دونك جوست ناخذوا السكينه ونمسحوا هكا شويه باش يبانوا هكا الطبقات مزيانين. فوالا دونك الكيكه نتاعنا حضرت، جوست باش نعملوا توا نرشوا عليها الكاكاو.
فوالا هذه هي الكيكه نتاعنا. راهو تنجموا تزينوها بشويه فريز، تحطوا شويه فرامبواز من فوق، تنجموا تعملوا الشوكولا هذيك اللي قلت لكم عليها الباتا غلاسي، تعملوا اشكال تحطوهم فوق الجاتو، نجموا تقصوا كعبات فيريرو روشي زيدا ورافاييلو تحطوهم من فوق كيف ما تحبوا نتوما. قصيت الجاتو نتاعي، اخزروا المنظر اللي فيها عاده محليه. خندوقو منينة بنة، ما نحكي لكمش بالحق مش عادية. ما نزيدش نشهيكم اكتر من هكا، ننصحكم تجربوا الريسيت، سهلة بنينة خفيفة، وعملوها كيف ما قلت لكم انا بالضبط. خذوا الكريمه فويتي سون سكر، راي الحلاوه نتاعها طياره طياره، ما تستحقش حلاوه اكثر من هكا بالحق. نتصور كان تعملوا كريمه فويتي سكري باش تطلع لكم حلوه برشا هكا. ديجا الحلاوه نتاعها طياره. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله عطيتكم باغ ديتاي الريسيت وما نكون نسيت حتى شيء. ان شاء الله تجربوها، وكل عاده خليوا لي تعليقاتكم.